ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. كشفت قرعة الأدوار النهائية للبطولة الأهم والأغلى في القارة السمراء دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات نارية وواعدة تتصدرها مواجهتين عربيتين خالصتين. الأولى تجمع حامل لقب الأهلي المصري مع الهلال السوداني، والثانية طرفها بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي. وبحسب نتائج القرعة التي أقيمت لأول مرة خارج القارة السمراء وتحديدا في العاصمة القطرية الدوحة، سيلتقي الترجي الرياضي التونسي مع ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، بينما يلتقي مولودية الجزائر مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. وتتصدر مواجهة الاهلي والهلال المشهد الكروي، حيث يمتلك الفريقان تاريخا طويلا من المواجهات المباشرة بين الطرفين، ولكن تبقى النقطة الأهم أن الأهلي عجز عن تحقيق الفوز ولا مرة على الهلال في السودان. والتقى الفريقان 12 مرة فاز فيها الفريق المصري 5 مرات والفريق السوداني 3، فيما انتهت 4 مباريات على وقع التعادل، وهو ما يوحي بصراع محدود بين الفريقين في مباراتي الذهاب والإياب. على الجانب الآخر سيكون الترجي في مواجهة مفتوحة مع ممثل الكرة الجنوب افريقية سان داونز، الفريقان اللذين سبقا وإن التقيا في أكثر من مناسبة في دوري أبطال إفريقيا، باعتبار أن كليهما من الأندية التي تشارك بانتظام في المسابقة وتحقق نتائج لافتة في أغلب الأحيان. وبالعودة إلى ماضي المواجهات السابقة، يملك شيخ الأندية التونسية أسبقية واضحة على منافسه، وهو ما أكد عليه خلال النسخة السابقة عندما فاز عليه ذهابا وإيابا. ثالث الصدامات سيكون عربيا حيث يواجه الجيش الملكي بيراميدز المصري في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات، بعد أن خلفت القرعة حالة من الارتياح خصوصا لدى فريق الجيش الملكي بعد أن أبعدته القرعة عن مواجهة الأهلي والترجي. وسبق لبيراميدز أن التقى الجيش قبل عامين في كأس الكونفدرالية، تعادل معه في القاهرة وخسر في الرباط، ما يجعلها فرصة تاريخية لأبناء هذا الجيل في فريق الجيش لتكرار إنجاز 1985 حين توج النادي بلقبه الأول في المسابقة. صدام أخير أوقعته هذه القرعة سيجمع ممثل الكرة الجزائرية الوحيد في هذه المسابقة مولودية الجزائر مع أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، الذي اعتبره الكثيرون مفاجأة المسابقة لحد الآن، بعد أن تأهل إلى هذا الدور متصدرا المجموعة الثالثة ومتقدما على الأهلي المصري. ويرشح العديد من المتابعين الفريق الجنوب افريقي للتألق في النسخة الحالية بعد المستويات التي قدمها في دور المجموعات، في حين يسعى سفير الكرة الجزائرية المولودية لاستعادة أمجاده القارية في البطولة التي توج بلقبها تحت مسماها القديم قبل 48 عاما. الشامبيونز ليج الإفريقية، القرعة أتت بمباراتين ديربي عربي، بداية بمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني، مباراة منتظرة على كل المستويات، وأيضا مباراة الجيش الملكي مع بيراميدز المصري، في حين الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر سيكونان في مواجهة جنوب إفريقية بحتة مع ميلودي سان داونز وأورلاندو بايرتس. إذا البداية كما قلت ستكون مع الشامبيونز ليج الإفريقية، ولكن المباراة عندها الحقيقة متاعها وعندها مستوى متاعها وعندها الأداء متاعها. الترجي الرياضي التونسي من الفرق اللي زاد كيف حتى عمناور كانك تتذكر هيك الوقت اللي في شهر جانفي ما كانش من المؤهلين ان باش يوصل الدور النهائي ضد الاهلي المصري اللي خسر ضد الاهلي المصري. الترجي من الفرق اللي ولات عندها نقولوا احنا اللي تراديسيون في المشاركات الافريقيه في السنوات الاخرى. الترجي زاد يتحول وقت اللي تبدا مباريات كبرى، فما برشا ملاعبيه يمكن زاد من الناحيه النفسيه يستسهلوا بعض المباريات اللي يكون الخصم نتاعهم مش في نقولوا احنا ماهوش من الفرق اللي تكون عتيده في المرحله هذه. هذوما الكل معناتها بعد هذوما برشا مشاكل تتخلق بالنسبه للترجي الرياضي التونسي وقت اللي يلقى روحه ذهنيا مش حاضر. معناتها الى حد الان الترجي مازال ما قنعش 100%، ما فماش التسلسل الايجابي اللي قاعد يعمل فيه في البطوله
يأكد أنه الترجي اليوم كما قلت أنت باش يكون مهيمن، ولا باش يكون معناتها من الفرق اللي تجم عندها إمكانية كبيرة باش تحصل على الشامبيونز ليج. الترجي مازال في الأداء نتاعو متذبذب، مرة يعمل مباراة محترمة للغاية، فمن بعض مباريات يغيب النسق ويغيب المردود الجماعي والفردي نتاع الفريق. لكن إلى حد الآن زاد نقول الترجي أنه عنده من الإمكانيات، وقت اللي نحكيه فرديات الترجي موجودة، وقت اللي نحكيه وقت اللي يكون يحب ينتصر، وخاصة وقت اللي يلعب في ملعب حمادي العقربي برادس بحضور الجماهير الكثيفة اللي قاعد تساند الترجي، معناتها الترجي يتحول يولي فريق معناتها عنده من الإمكانيات اللي قادر ينتصر. خاصة وقت اللي نحكيه الفريق هذا هو بيدو بالذات عمناول كان الترجي انتصر عليه ذهاب وإياب، يان ساس في الذهاب وبوشنيبة في العودة. هذا كل معناتها يخلي يمكن الترجي معناتها انه مباراته الجايه باش تكون معناتها مهمه، لكن زاد كيف ضد مدرب اللي يعرف الملاعبيه فرديا، ما عندوش 6-7 شهور كان موجود في الترجي، يعرف الترجي من الناحيه النفسيه، زاد كيف الملاعبيه اللي تكون عندهم هشاشه نفسيه زاد ينجم يعرفهم وينجم يعرف كيفاش يتعامل معاهم. لكن زاد كيف نحكيو على فريق سان داونز اللي ماهوش في احسن حالاته، اللي منذ قدوم المدرب البرتغالي معناتها نشوفوا الفريق ولا دفاعي اكثر منه هجومي، فقد النجاعه الهجوميه، فقد اسلوب اللعب نتاعو، يمكن حاجات هذه كانت نقصته، اما انا نعتبر انه حتى في المردود نتاعو مش في احسن حالته. واضح. وما احسن من الكسندر اسمه سانتوس الا كاردوزو يعني في الاخير. على فكره المدرسه البرتغاليه فيها وعليها في الفتره الاخيره بالنسبه للانديه العربيه. على كل كابتن ناصر البدوي شكرا جزيلا، كنت متالقا معنا، طبيعي نترك كابتن ناصر البدوي باعتبار له التزامات مع الاعلام التونسي، باش يتحدث على الفار. بالطبيعه كابتن ناصر البدوي عندنا مشكل في الفار في تونس، خليه يتحدث على الفار، الناس كل اختصاصيين في الفار في الفتره الاخيره. على كل اتركك مع الفار ومع الاعلام التونسي، وطبيعي جدا سنستقبل بعد قليل كابتن طارق سالم. الان الحديث سيكون عن كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم وقرعه ربع نهائي الخاصه بالتشامبيونز ليج. نذكر بالمباريات الخاصه بالربع نهائي ثم نمشي للتقرير. نذكر بالاربع مباريات، طبيعي جدا سان داونز الترجي الاهلي الهلال، الفائز يلعبوا مع بعض في نصف النهائي، المولديه اورلاندو بيراميدز الجيش، طبيعي الفائزين يلعبوا مع بعض في النصف النهائي. هذه القرعه الخاصه بالتشامبيونز ليج الافريقيه. نذكر المباريات ستكون يوم 1 و2 افريل القادم. الان كما